السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بعد العيد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الفرق ما بين المشروع الفكري والممارسة. والفيديو ده بالتحديد هو محاولة لتبسيط وتحليل محاضرة مهمة جدا لبيتر ايزمان اسمها Project or Practice، موجودة على يوتيوب. أنصحكم جدا تروحوا تشوفوها. محاضرة جميلة جدا ودسمة وفيها معلومات كتير. واللي هحاول أعمله النهاردة إن أنا أحاول ألخص الفكرة اللي ورا المحاضرة دي، بحاول على أكبر قدر ممكن باجتهادي الشخصي ومعرفتي المتواضعة والبسيطة إن أنا أحاول أبسط الأفكار دي. فلو حد عنده أي كومنت أو تحسين أو أي فكرة شايفها يكتبها لي على طول في الكومنت. خلينا الأول نسمع الكلام بشكل مباشر من ايزمان نفسه من المحاضرة. My quick definition of project versus practice, and I say it this way. If you have a project, or if one has a project, it is the architect who defines the world around him. And if you have a practice, it is the world that defines you. طب خلينا نحللها كده واحدة واحدة. يعني ايه ممارسة؟ البراكتس هو اللي احنا اغلبنا بنعمله، هو الشغل اليومي في المكاتب المعمارية. فالممارسة بشكل عام وبتبسيط مخل طبعا هي الإجابة على مشاكل موجودة، مشاكل معينة، سواء كانت متعلقة بمتطلبات كلاينت، أرض متعلقة بشكل ما بالبادجت بتاعة المشروع، طريقة كونستراكشن معينة. إنما هي دايما بتجاوب على مشاكل أو أسئلة موجودة في السايت نفسه، موجودة على الأرض. هنا بقى نيجي لنقطة مهمة جدا. ممكن المعماري الممارس ده يكون عنده خط فكري واضح، ممكن يكون بيتبع لمدرسة واضحة وده بيظهر جدا في شغله، وممكن يكون بيتبع لكذا منهج أو متفق مع منهج في نقطة معينة ومختلف معها في نقطة تانية. بس المهم إن الممارسة بتاعته بتكون واضح فيها جدا اتفاقه مع المنهج ده أو اختلافه مع المنهج ده بشكل ما. And being able to be a critical resonance on that definition. That is, any project is always a critique of the status quo and of the discipline. That is, so therefore, a project is always in some way political, ideological, intellectual, etc. المشروع الفكري بقى هو بيشتبك مع مجال العمارة في الأساس، وبيقدم محاولة لإعادة تفسير العالم اللي حوالينا من خلال مجال العمارة. عشان كده المشروع الفكري دايما بيكون سابق وموجود في المقدمة، لأنه بيكون سابق الفكر، بيكون عنده نظرة معينة أبعد من اللي موجودة بشكل عام في الممارسة. ولو تعرفوا قد إيه الموضوع ده صعب جدا، لأن من بداية الحضارة المشاريع الفكرية اللي موجودة في العمارة هي مشاريع معدودة جدا. من خلال بقى المشروع الفكري ده بنشوف العمارة على أنها أداة نفسها في التفكير، أداة في إنتاج المعرفة. يعني اعتبار العمارة مش مجرد بناء وخلاص، وممكن من خلالها نقدم مفاهيم جديدة خالص لمحاولة استيعاب دورنا أصلا أو دور العمارة بشكل عام. فباختصار الكلام، المشروع الفكري أبعد بكتير جدا من الممارسة. الممارسة التعامل مع مشاكل على أرض الواقع، المشروع الفكري حاجة أبعد وبتبص بتشتبك مع أسئلة صعبة وأسئلة كبيرة وأسئلة شاملة، حاجات خاصة بالمجتمع، حاجات خاصة بدور العمارة، حاجات إحنا بنشوفها أصعب بكتير جدا من الممارسة المباشرة. عشان كده دايما بيكون المشروع الفكري ده مشروع صعب وتقيل وحاجة إنتاجها مش سهل أبدا. ثواني، كلام تقيل أنا عارف، مش لازم نستوعبه كله دلوقتي. هي بس الفكرة توصل لنا إن في عندنا ممارسة وفي عندنا مشروع فكري. أهم حاجة بس النقطة دي نستوعبها. ودلوقتي هنتكلم على أمثلة أكتر بالتفصيل عشان نحاول نقرب الفكرة إلى أقرب نقطة. خليني أقول مثال دلوقتي يقرب الصورة شوية. من المشاريع الفكرية الكبيرة جدا والعظيمة جدا في ال100 سنة اللي فاتت كانت مشروع الحداثة. بالذات هنتكلم على مشروع لو كوربوزيه. كان مهتم جدا بالتطور اللي كان حاصل ساعتها من التصنيع ومن الثورة الصناعية، من تطور الآلات والطيارات والعربيات والسرعة والعصر التكنولوجي، التطورات التكنولوجية الكبيرة اللي حصلت في الفترة دي. فكان شايف ان العمارة لازم تتطور بالشكل ده. يعني لازم، كان شايف ان المهندسين او الانجينيرز بشكل عام شايف ان هم متطورين جدا في صدقهم وتعبيرهم عن الفورم اكتر من العمارة اللي كانت موجودة سائدة كانت. فاصبحت العمارة اخذت شكل تاني خالص، منحنى تاني خالص، منحنى الوظيفي. انا مش هتكلم بالتحديد عن لو كوربوزيه، بس طبعا بديكم مثال ان لو كوربوزيه كان من المشاريع الفكرية. وطبعا الكوت المشهورة A house is a machine for living in، ومحدش بيكون مستوعب قوي ايه البعد او ايه الابعاد الصعبة اللي ورا الكلمة دي او ورا المشروع الفكري ده بتاع لو كوربوزيه.
عشان كده مهم جدا تقرأوا كتاب Towards New Architecture للو كوربوزيه، لأنه هو بيتكلم بالتحديد، ده يعتبر أهم كتاب اتكتب في الحداثة أو في بشكل عام شرح المشروع الفكري بتاع لو كوربوزيه. فالحداثة قدمت حل في وقت من الأوقات، كان وقت حرج، وقت كريتيكال، وقت كان فيه حروب عالمية وفي أحداث كتير وفي تغيرات كتير جدا بتحصل في المجتمعات في كل حتة في العالم. كان مشروع فكري كبير وشامل وبيشتبك مع كل حاجة، موجود في السياسة، موجود في الاقتصاد، موجود في العمارة، موجود في كل حاجة. هو دي رؤية شاملة. فأهمية لو كوربوزيه في إن هو صاحب مشروع فكري، مش شرط يكون ممارسته كانت أحسن حاجة في الحداثة، ممكن يكون ناس تانية كانوا بيتبعوا نفس المنهج عملوا إنتاج معماري أفضل منه، بس هو كان طبعا أعماله مشهورة جدا ودايما بتتشاف ودايما بتتذكر، ولازم تتشاف ولازم تتذكر ولازم نفهمها ولازم نفهم مشروع لو كوربوزيه كويس جدا، مش من الأعمال، لا من الفكر نفسه، الفكر اللي وراه. لكن بعد 50-60 سنة لما ابتدى بقى العالم يدرك مساوئ الحداثة وتأثيرها والكارثية اللي حصلت في المجتمعات وفي الأربن وبشكل عام، ظهر تيار بقى جديد خالص اللي هو بيدعو إلى إن احنا نبص شوية أبعد من اللي الحداثة عملته. ومن هنا بقى جه الرد بتاع حد مهم جدا، اتنين مهمين جدا في تاريخ العمارة أو في المشروع الفكري، هما روبرت فنتوري ودينيس سكوت براون. روبرت فنتوري كتب كتاب مهم جدا هو Complexity and Contradiction in Architecture، كتاب واحد يعتبر تاني أهم مشروع فكري بعد المشروع الفكري بتاع لو كوربوزيه اللي هو في Towards New Architecture. ده تاني أهم كتاب بعده على طول، اللي كان طبعا بينتقد الحداثة بشكل عام. الجملة دي بقى أصبحت علامة للكتاب ده، وهو اللي كان بيقول فيها روبرت فنتوري I am for richness of meaning rather than clarity of meaning. فطبعا المشروع الجديد اللي بدأ based على الكتابة دي، الكتابة النقدية دي اللي هي كانت بتنتقد بشكل عام مشروع الحداثة وبتحاول تدعو ان في حاجه تانية ابعد من كده، او مش موضوع مش بالتبسيط المخل اللي الحداثه قدمته كحل في العالم. طب دلوقتي لو هنبدا نعمل اسقاط على حالتنا في مصر، مين ممكن يكون صاحب مشروع فكري؟ مين؟ طبعا حسن فتحي. حسن فتحي يعتبر صاحب اهم مشروع فكري في ال100 سنه اللي فاتت لفكره عماره الفقراء، وكتب كتاب برضو للموضوع ده. فبالتالي كان بيحاول يقدم فكر مختلف خالص عن النهج اللي كان سائد وقتها اللي هو كانت الحداثة. يعني جه في وقت كانت الحداثة بتغلب على، هي المسيطرة يعني في العمارة في العالم كله. فكان مشروع حسن فتحي كان مشروع صعب، وكان بيتكلم دايما على ان احنا كمجتمعات عربية عندنا عمارة معينة، عندنا جو معين، عندنا طريقة معينة في البناء، عندنا ماتيريالز معينة. فكان المشروع بتاعه شامل مختلف، بيواجه التيار اللي كان موجود دلوقتي، زي ما بنقول state of exception، زي ما احنا بنقول state of exception اللي كان بيقدمها مشروع حسن فتحي في الوقت ده. نفس الحكاية تقريبا مع معماري مهم جدا هو رمسيس وصواصف. برضه رمسيس وصواصف صاحب مشروع فكري مهم جدا جدا جدا، وكانت رؤيته رؤية شاملة وتربوية وفنية بشكل عام، وازاي كانت الحرفة والفن ممكن يتولدوا من الإنسان العادي لو اديته مساحة يعبر فيها من غير نماذج مسبقة. نتاج حتى مشروع رمسيس وصواصف اللي هو مركز الفنون، فإنتاجهم دلوقتي عظيم، يعني محدش إنتاجهم لسه مستمر، ومشروع فعلا مهم جدا وعظيم. طيب في المقابل بقى مين اللي كان ممكن يكون في الوقت ده وعنده ممارسة؟ طبعا سيد كرايم، طبعا ما فيش شك شغل مهم جدا، بس كان يعتبر بيمارس ممارسة أكتر من هو مشروع فكري. هو كان بيتبع لمشروع معين أو بيتبع لمشروع فكري معين، فبالتالي كان أكتر حاجة ممارسته مهمة جدا، وعمل مباني كتير جدا مهمة ومشهورة. فكان سيد كرايم كمان كان بيشتغل مع الحكومة، مع النظام، مع الوضع السائد وقتها، إنما كان اتجاه حسن فتحي ورمسيس وصواصف وغيره كانوا عكس التيار، كانوا عكس الاتجاه. من الناس اللي دلوقتي أثبتت جدارتها بشكل عام وإن هي يكون عندها بوتنشال قوي جدا لمشروع فكري هو وليد عرفة. وليد عرفة أنصحكم تدخلوا تسمعوا محاضراته وتشوفوا الفكر الناتج عنه الممارسة. يعني في الأول فكر ممهد ونظرة شاملة ومعرفة موسوعية لمواضيع كتير جدا مهمة وصعبة، وبيشتبك معاها بشكل مباشر، وفي نفس الوقت في إنتاج معماري قوي موجود على الأرض. مهندس وليد عرفة أثبت بعد مشروع مسجد باسونة
وبيت مصر في باريس، ان هو ممكن يكون عنده بوتنشال قوي جدا، ان يكون عنده مشروع فكري قوي ناقد مناسب جدا للمرحله اللي احنا عايشين فيها، ومناسب جدا لطبيعه الزمن اللي احنا بنعيشه. For example, I think that the architect Borromini had a project, the architect Bernini had a practice. Bernini, who had a practice, was in fact the most powerful architect in the world in his moment in time. And Borromini had just a few buildings to do. سخرية القدر بقى تيجي ان اللي بيكون عنده مشروع فكري في الغالب مش طبعا مش في العموم، ان مش بيكون عنده نفس القوة والسيطرة اللي بتكون عند شخص تاني او معماري تاني مشهور في الممارسة. والتاريخ دايما بيأكد على الفكرة دي، يعني على مدار التاريخ دايما في مقارنات ما بين معماريين اتنين كبار في زمن ما، واحد فيهم كان بيمارس واحد فيهم كان صاحب مشروع فكري، دايما بيكون انتاج الشخص اللي بيمارس ده بيكون اقوى بكتير جدا، وسيطرته ونفوذه اقوى من الشخص اللي عنده مشروع فكري. يعني مثلا في حالتنا في مصر حسن فتحي انتاجه الفكري طبعا محدش يختلف عليه، انتاجه المعماري محدود جدا سواء كان في مصر او بره مصر، انتاج محدود جدا مقارنه بسيد كريم اللي كانت علاقته بالسلطه والمؤسسات والنظام ساعتها الحاكم كانت كبيره جدا. انما حسن فتحي كان شغال على الهامش بره، التيار المعاكس اللي هو مش مع المينستريم. انا ما اقصدش حاجه يعني، بس اقصد ان بوضح الفرق ما بين نقطه القوه اللي بتنتج عن الممارسه، بالذات لو كان حد مشهور او معماري مشهور، واللي يكون عنده مشروع فكري. Power in the sense that Bernini had power, or let's say someone like Philip Johnson had power. The second most powerful architect that known in history, Philip Johnson, had a practice. He never had a project. وانا ما اقصدش برضو ان في واحد احسن من التاني، انا مش بعمل ان بقول ان اللي عنده ممارسة ده اوحش من اللي عنده مشروع فكري، لا خالص، انا ما اقصدش كده. بس على حسب كلام ايزنمان ان التاريخ دايما بيدور كده ويفتش ويشوف مين اللي عندهم اصحاب مشروع فكري، ليه عندهم زي ما بنقول او اللي طلعوا فكر جديد اللي قبلهم ما كانوش شايفينه. عشان كده أهميتهم في التاريخ وفي سرد التاريخ مهمة جدا. زي ما بنتكلم على مشروع الحداثة ما ينفعش ما نجيبش أسماء شخصيات معينة، ومنهم طبعا لكوربوزيه. لو احنا بنتكلم على المشاريع الفكرية في مصر ما ينفعش ما نجيبش سيد حسن فتحي، لأنه مشروع الفكري مهم جدا. فبالتالي اللي حاولوا يغيروا في الفكر بشكل عام هم اللي التاريخ بيحاول يعمل لهم ريكول دايما ويذكرهم. عشان كده شهرة حسن فتحي أكبر بكتير جدا من إنتاجه المعماري أو إنتاجه اللي ناتج عن الممارسة المعمارية. Our histories of architecture, the ones that we all study, the people that we go and see, for the most part, the people that we know had a project, and history records those architects that have a project. في نفس الوقت والمفارقة التانية ان انت لو عندك مشروع فكري وصاحب فكر قوي وما عندكش ممارسة، ساعتها هيكون في مشكلة كبيرة جدا. في الغالب بقى الناس مش هتشوف أهمية المشروع الفكري ده، يعني لازم المشروع الفكري ده يتجاوب عليه في هيئة ممارسة، لازم يكون في منتج معماري نزل على الأرض، لازم يكون في حاجة اتعملت عشان نحاول نشوف انت ازاي طبقت الفكر ده او ازاي حاولت تجاوب على الفكر ده بشكل واقعي على الأرض. يعني مثلا تخيلوا حسن فتحي كتب كتاب مهم جدا زي عمارة الفقراء وما عملش حاجة ليها علاقة بالموضوع، ما حاولش يجاوب على السؤال ده على الأرض، ساعتها الفكر ده نفسه مش هيبقى فاليد أو مش هيبقى بأهمية إنه يكون عمل حاجة فعلا. فاهمين قصدي أكيد. في نقطة كمان مهمة جدا، إن المشروع الفكري ده مش بيظهر في المبنى. بمعنى المشروع الفكري القوي ده الشامل المهم ده في الغالب بيظهر في كتابة، لازم يكون في كتابة طلعت، لازم يكون في عمل كتابي طلع، لازم يكون في حاجة كتابية طلعت. يعني مثلا احنا عندنا كتب المهمة او فيتروفيوس اللي هو 10 books of architecture، ده برضه كان مشروع فكري مهم جدا. مشروع لو كوربوزيه طبعا مهم جدا. فلازم الانتاج الخاص بالمشروع الفكري لازم يكون انتاجه في هيئة كتب، في هيئة نظرية، في هيئة طرح، لازم يكون في إنتاج كتابي بشكل ما. يعني من الآخر كده مش واحد هيجي مبنى ويقول المبنى ده مشروع فكري، لا، هو المفروض إن ده بيجي قبل ده. واحنا بالتالي حتى لو طالب او ممارس، وبالذات الطلبه، والكلام ده برضه ليا انا كمان ولكل الناس، ان انت لو بتحاول تفهم مشروع معماري بالله عليك وبالله عليا انا كمان ما تحاولش تقراه من خلال مباني، انت لازم تفهم هو قال ايه، لازم تفهم الاول هو قال ايه. لو هو قال حاجه
وهو صاحب مشروع فكري بشكل ما، مشروع عنده بروجكت، ده لازم تبص على الكتابة بتاعته. انما هتقعد تشوف الشغل بتاعه من هنا لمليون سنة قدام، عمرك ما هتستوعب حاجة خاصة بالمشروع الفكري. عشان كده الاستيعاب في النقطة دي بشكل عام، واللي انا بحكي عنها في الفيديو دي، ان لازم افهم واحاول القط واحاول استوعب ايه فكرة، ايه اصلا اللي ورا المشروع الفكري ده. وطبعا كل ده ممكن يثير الكلام والتفكير حوالين احنا بنشتغل ازاي. احنا اصحاب فكر عادي، بنتبع لمدرسة معينة، عندنا توجه معين، عندنا فهم للفكر ده اصلا، ولا احنا بنعمله من غير ما نفكر. ايه اخبار بقى مشروعنا الفكري نفسه؟ يعني هل احنا اصلا بنسعى في الاتجاه ده ولا لا؟ بنبص للعمارة من المنظور ده، ولا كله منظور الممارسة؟ ولا احنا عندنا فكرة اوسع واكبر ممكن بعد كده تبقى مؤهل ان هي تبقى مشروع فكري مثلا. فالفكرة كلها ان حبيت ااكد على الموضوع ده، لان انا شايف ان فكرة الفرق ما بين المشروع الفكري والممارسة حاجة لازم نوضحها، لازم نفهمها، لازم نستوعب ابعادها، عشان توضيح المفاهيم البسيطة دي مهم جدا. خلينا ان شاء الله في حلقات تانية ابقى اتناول بقى المشاريع الفكرية اللي حصلت على مدار التاريخ، على حسب برضو مقدرتي واجتهادي الشخصي. طبعا كل ده عايز أكد على النقطة دي، كل ده اجتهاد شخصي مني على حسب معلوماتي ومعرفتي المحدودة جدا والمتواضعة جدا. أنا بحاول أجتهد إن أنا أبسط معلومات، أبسط فكرة، أبسط معلومة، إن هي تكون ممكن دافع لفهم أو استيعاب بشكل ما مختلف. شكرا على متابعتكم. اكتبوا لي في الكومنتس أي حد شاف الفيديو اتبسط، حس ان المحتوى مفيد، يكتب لي في الكومنتس، قول لي انا استفدت، قول لي انا شفت الفيديو. شكرا، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة. And I feel the same way about people who come to my office or people that I recommend to other offices. I want people who know about architecture. They can learn about practice. I can take anybody to go out there and work on those drawings, but if they don't know the ideas behind what we're doing, they can't do the work.